كان عندنا خبير، انا كنت بحكي للدكتور محمد واحنا قاعدين في الاستراحه، عندنا خبير جاي من الاتحاد الاوروبي، منحه مديها الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الحكومه المصريه للتدريب. لقيته مؤهل متوسط وكان شغال في خط انتاج في مصنع. هذا ليس هذا الامر لا يعيبه. النظره اللي مش كويسه اللي احنا بننظر اليها للتعليم الفني الصناعي، حضرتك روح زور مدارس فنيه صناعيه، شوف مستوى التعليم الفني الصناعي فيها ايه، مع العلم بان هم دول اللي هيشيلوا المجتمع. انا عايز الدكتور محمد يحط لي خطه لعمل ما، ممكن الدكتور محمد يدرس ل1000 واحد، طب ما ال1000 واحد دول هيطلعوا هيشيلوا مجتمع. احنا كنا طب انتوا ممكن كشعب او كقطاع تعملوا انتوا المعاهد دي باستثمارات. احنا هقول لحضرتك حاجه، احنا عملنا بروتوكول كغرفه تجاريه مع وزير التربيه والتعليم السابق. خدت بال حضرتك الكلام ده سنه 2009. المدارس الفنيه الصناعيه احنا هنشارك في بعض المدارس الفنيه، نديها معدات حديثه، لان ما تخش ما فيش فيها معدات حديثه، حاجات قديمه جدا، وحاجات حتى الطالب انت بتعلمها بتخليه ييأس حتى انه يتعلم حاجه كويسه. خدت بال حضرتك المصانع دخلت فعلا، دخلنا خدنا مدرسه اسمها مدرسه سلام في شبرا الخيمه، ومدرسه شبرا الثانويه. اشتغلنا في مدرسه السلام الاول، بدانا نجيب ماكينات عشان نجيب ماكينات ونأهل الطلبه والطالبات اللي موجوده فيها. مش كتب بس يعني. تتخيل حضرتك الفايده لو ده اتعمم في كل القطاعات. احنا عندنا 14 مدرسه في محافظه القليوبيه لوحدها بتعلم ملابس جاهزه، نسيج، تريكو. خدت بال حضرتك؟ تتخيل سعادتك لو احنا دخلنا، مش هنكلف الدوله حاجه، انا عايز منه ايه؟ انا عايز منه الروتين العقيم اللي موجود داخل التعليم الفني الصناعي، بالمده بالتايم بتاع التعليم نفسه. اذا كان بيدوا له 3 يومين في الاسبوع، لا يكبر لي المده دي زي ما قلت لحضرتك، نسبه وتناسب. يعني نسبه وتناسب. في بعض الجامعات الصناعيه بره نفس القصه، الماده العلميه عندها الاكاديميه لا تتجاوز 10-15%، يعني عنده 4 ايام لا يقل عن 4 ايام داخل مصنع عملي. داخل مصنع عملي. تتخيل حضرتك اما ابقى في مدرسه فنيه صناعيه بهذا المستوى، اما ابقى في كليه صناعيه بهذا المستوى، هيتخرج عندي عامل فني شكله ايه في كل القطاعات. يبقى انا الكادر الاساسي عندي بعد الامن والارض والخدمات الموجوده اللي بتوفرها الدوله، العامل الفني اللي يشيل هذا القطاع. كم من ناس من المستثمرين، مش هنقول له اسماء دول، جم وفعلا انا كان بعض الناس انا جبتهم، قال له انت الوقت العمل عندك وقتكم رخيص. العمل عندك اذا كان بيشتغل 8 ساعات هو ما بيشتغلش 8 ساعات. يعني اذا كنت انا بدي 1000 يورو او 1000 دولار متوسط المرتب بتاعه في تركيا، حضرتك ذكرت تركيا بياخد 1000 يورو. طب 1000 يورو ده الرقم عالي جدا بالنسبه لنا احنا كمصر. طيب شوف انتاجيه العامل الفني هناك قد ايه في التايم في الوقت بتاعه، وشوف انتاجيه الراجل بتاعنا اللي بياخد 1500 جنيه قد ايه. فرق كبير كبير جدا. يعني شوف المعادله غير طبيعيه. فهو احترام وقت العامل، التدريب، وجود عماله مدربه حقيقيه وصحيح، الاماكن الصناعيه المؤهله لهذا الامر، الاعفاءات اللي عملوها زمان ورجعوا فيها استاذ اشرف حاجه غريبه الشكل. واحد امن النوم، وزير امن النوم لغى الاعفاء، فاصبح انا عندي مصنع، يعني مثلا مصانعنا في العبور واحد معفي والتاني مش معفي. تتخيل دي في التكلفه، في التكلفه دي بقى اكبر بقى من تكلفه الطاقه، ده 20%. بالظبط. يعني بقيت انا طب ازاي هنفسه؟ برضه كل شيء اما بيجي بالتدريج وبخطه موضوعه بيبقى شيء منطقي وشيء عملي. انما ان انا اخد قرار الصبح برسوم اغراق، اخد قرار لا، لابد ان انا ارجع برضه لاهل الذكر، ارجع للناس المتخصصه بالزبط. عشان اقدر اطلع منهم بقرار بالظبط. انما اخده كوزير لوحدي او من مجموعه لوحدها لا. اي قطاع لا يرتبط بي شخصيا او ب3 او ب5، لازم ارجع لازم تبقى مرجعيتي غرف تجاريه، غرف صناعيه واتحاد صناعات، وهذا هو والمسؤول عن القطاع الصناعي في مصر ومنظمات الاعمال ومنظمات والجمعيات الاهليه وما شابه ذلك. ارجع لده كله وفي النهايه اكون قرار كوزير، اطلع قرار بخطه مستقبليه، ما اطلعش قرار بتاع النهارده. بالظبط بالظبط. احنا هنروح للدكتور محمد خميس. ايوه. طب احنا معانا الاستاذ محمد السروجي المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. اهلا بسيادتك معانا. اهلا بحضرتك وبضيوفك الاعزاء، اهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم مع المستشار حمدي ابو العينين وكيل الغرفه التجاريه وممثل مصانع النسيج في مساله التعليم الفني. احنا ما شفناش برضو يعني بعد الوزاره الجديده ان في تغيير في هيكل التعليم في اتجاه التعليم الفني، فعاوزين نسمع راي حضرتك.
والله انا كنت اتمنى ان الفرصه تتاح للاستاذ الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني، لان هنلاقي تفاصيل عنده اكتر، ولكن في جميع الاحوال التعليم الفني عندنا في حوالي 1.6 مليون من ابنائنا وبناتنا، والتعليم الفني عندنا للاسف الشديد لاعتبارات كثيره سابقه الصوره الذهنيه عنه غير طيبه وغير جيده، وفي نفس الوقت احنا بنؤمن ان النهوض بالتعليم بصفه عامه وبالتعليم الفني بصفه خاصه امر ملح لارتباط هذا النوع من التعليم بسوق او بسوق العمل. المهم ان احنا عندنا عدد كبير جدا من شركاتنا ومن رجال الاعمال الوطنيين اصحاب الشركات والمؤسسات العملاقه بيضطروا ان هم يستوردوا عماله، لان خريج التعليم الفني عندنا للاسف الشديد حتى نكون صادقين مع انفسنا دون المستوى. احنا عالجنا هذا الموضوع بجزئين اساسيين. الجزء الاول ان احنا قلنا ان احنا كوزاره تربيه وتعليم لا نستطيع وحدنا ان نتحمل هذا العبء، وطرحنا مشروع على مجلس الوزراء، مشروع بنعتبره مشروع قومي، وهو الهيئه القوميه للتعليم الفني والتدريب المهني، تشترك فيه حضرتك كل الوزارات ذات الصله، واحنا حصرنا حوالي 9 وزارات مع رجال الاعمال والشركات الكبيره ومؤسسات المجتمع المدني، واحنا ان شاء الله بنكمل يعني طرح هذا المشروع حتى يتم تقديمه. الامر الثاني ان احنا عملنا عدد من البروتوكولات وان كانت جزئيه مع بعض الشركات ورجال الاعمال في التعليم الزراعي وفي التعليم الصناعي وفي التعليم المرتبط بالسياحه والفندقه. تقريبا عندنا حوالي 6000 من ابنائنا وبناتنا بيتدربوا بالفعل في مصانع ومزارع رجال الاعمال المصريين. والشيء الجيد ان هذه الشركات والمؤسسات بتعطي ابنائنا مقابل مادي ما هوش قليل. التعليم الفني احنا نأمل ان هو ينفصل اصلا عن وزارة التربية والتعليم، لانه هو مظلوم بوجوده معانا، لانه مرتبط بوزارات اخرى كثيرة. واحنا نتمنى ان شاء الله في الفترة القادمة ان احنا نتواصل مع الغرف التجارية ورجال الاعمال واصحاب الشركات، لان اتصور ان لهم رؤية عملية في هذا الموضوع. هو الاستاذ محمد سريجي عنده استعداد اهو كوزاره التعليم انها تتواصل مع الغرف التجاريه. شيء جميل جدا، وانا اشكر حضرته عليه، بس نفسنا نفعل ان شاء الله. يعني